السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ مين يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا جدا جدا، احلى واجمل مشاهدين في الدنيا. قبل اي حاجة طبعا احب اشكر كل الناس اللي دخلوا جداد عندنا في القناة وشرفونا باشتراكاتهم الجميلة، ويا رب دايما كده نكون عند حسن ظن حضراتكم وقد الثقة الغالية اللي حضراتكم بتدوها لنا. بحب كمان افكر حضراتكم ان احنا بنستنى منكم دايما الدعم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتنا باذن الله. وكمان بنستنى منكم ارائكم الجميله في الوصفات اللي احنا بننزلها عندنا على القناه، وكمان تقترحوا علينا اسامي وصفات جديده نقدر نطبقها سوا مع حضراتكم بطريقه تكون سهله واقتصاديه وفي متناول الجميع باذن الله. تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض كده كيكه سهله وبسيطه سريعه جدا، مش تاخد مننا مجهود كتير ولا كمان مكونات كتير، اقتصاديه جدا. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم ونقول بسم الله ونشوف مقادير كيكه الشوكولاته النهارده بتاعتنا بتتكون من ايه. كيكه الشوكولاته اتطلبت مننا قبل كده على القناه وادينا بنعملها اهوت اللي طلبها مننا. معايا 3 كوبايات من الدقيق، ومعايا كمان كوبايه الا ربع من السمنه على الزيت. وانا كنت وضحت لحضراتكم قبل كده ان احنا دايما بنحب نحط السمنه على الزيت عشان بتديني طريقه افضل من السمنه بس ومن الزيت بس. كوبايه من السكر، اللي حابب انها تبقى سكرها ازيد يزود عن كده، اللي حابب ان هي تبقى اقل ممكن يقلل عن كده، ودي على حسب الرغبه. معايا معلقتين كبار من الكاكاو الخام، ويفضل كاكاو خام فاتح او غامق مش كاكاو محلى. ومعايا هنا هو 3 بيضات متوسطين الحجم مش كبار قوي. ومعايا كوبايتين من الحليب، هنزل بكوبايه ونص بس الاول مع الخليط الاولاني، ولو احتجت هزود على حسب كميه الدقيق. ومعايا فانيليا، ومعايا هنا هو كيس كمان كيك شيف. هنطبق بقى الوصفه بتاعتنا ازاي. الكيكه بتاعتنا طبعا كل المكونات هتنزل عندنا في الخلاط. هنزل اول حاجه باللبن، هنزل كده بكوبايه ونص من اللبن. هسيب بس نص كوبايه دي بره عندي علشان لو احتجت ازودها، ما احتجتش خلاص على حسب زي ما قلنا نوع الدقيق بتاعنا. وبعد كده هننزل بالسكر، وبعد كده بالسمنه على الزيت. والسمنه على الزيت فعلا بيفرق جدا في الكيكه. وبعد كده هنزل بالثلاث بيضات، وبعد كده هنزل على طول برشه الفانيليا. لو مفيش يا جماعه الفانيليا البودر ممكن نحط معلقتين من الفانيليا السايله. هضرب بقى الكلام ده كله في الخلاط وهرجع بعد كده نقلب الخليط بتاعنا مع بعضه. خليكم معانا. ورجعت لكم تاني يا جماعه بعد ما ضربنا الخليط بتاعنا في الخلاط. هعمل ايه بقى عندي في الخطوه دي؟ هجيب عندي كده كميه الدقيق زي ما احنا قلنا 3 كوبايات من الدقيق. والدقيق بتاعنا يا جماعه اللي هو جميع الاستخدامات، مش اصل في دلوقتي في السوبر ماركت في دقيق مخصص للكيك ودقيق مخصص للبسكوت والحاجات دي. احنا بنجيبه جميع الاستخدامات. هنزل كده بقى عندي بكيس كيك شيف او البيكنج باودر. لو عايزين الكيكه بتاعتنا تبقى طريه من جوه خليه كيك شيف. تمام. وهقلب كده وهنزل عندي بمعلقتين الكاكاو مع الدقيق علشان مش هننزل بيه بعد ما نخلص بقى او بعد ما نحط الخليط بتاعنا السائل. هقلب بقى عندي الكلام ده كله كده مع بعض، الخليط كله يضرب كله كده مع بعضه. وبعد كده هنزل عندي بخليط الكاكاو بالخليط اللي احنا عملناه عندنا في الخلاط، وهنزل بيه شويه بشويه، مش هنزل بيه كله مره واحده. ويا جماعه واحنا بنقلب ناخد بالنا ان احنا بنقلب في اتجاه واحد، يعني مش يمين وشمال. هو مش هيفرق معانا في شيء، بس احنا دايما بنقول يعني ايه الاصح ان احنا نقلب في اتجاه واحد. هقلب بقى عندي الكيكه بتاعتي كلها بالطريقه دي. ولو كل ما بنحتاج لبن بنزود، كل ما بنحتاج لبن بنزود. ما نحطش الكميه السايله كلها مره واحده علشان الخليط بتاعنا ما يبقاش خفيف قوي، فبعد كده نرجع نزود دقيق تبوظ عندنا المقادير خالص. وده اللي احنا اتكلمنا معاكم قبل كده فيه، ان اللي بيبوظ عندي الكيكه المقادير والفرن. انا مش بقلب كده، انا باخد بس اللي في الجنب وبرجع على طول اقلب زي ما انا شغال. وغالبا احنا مش هنحتاج شويه اللبن اللي بره، مش هنحتاجهم. يبقى احنا الكيكه بتاعتنا خدت كوبايه ونص بس من اللبن، واحنا قلنا ده بيرجع للدقيق. ممكن تاخد الكوبايتين وممكن تاخد كوبايه ونص، ممكن تزود، ممكن كمان تاخد ازيد من الكوبايتين. هقلب كده ناخد بالنا واحنا بنقلب زي ما قلنا واحد. هفصل مع حضراتكم بقى لحد ما اخلص التقليب بتاعنا وتوصل
احنا عايزينه، وهرجع اوريها لحضراتكم قبل ما نصبها في الصينيه. خليكم معايا. ورجعنا تاني يا جماعه بعد ما قلبنا الخليط بتاعنا كله كويس جدا. زي ما قلت لحضراتكم بنقلب في اتجاه واحد مش في اتجاهين، وبيبقى بالقوام اللي حضراتكم شايفينه ده. مش عايزينها تكون تقيله قوي، احنا عاملينها بلبن مش بزبادي، فبتكون خفيفه شويه. بعمل ايه بقى عند كده؟ بعد كده بجيب صينيه زي ما حضراتكم شايفين كده، المقاس اللي مناسب للكميه اللي انتوا عاملينها. انا النهارده عامل 3 كوبايات من الدقيق، فهحطهم في صينيه كبيره. لو عاملين اقل بنصغر طبعا مقاس الصينيه. عملت فيها ايه؟ اديتها دهنه من الزيت او السمنه، وعفرتها بسنه من الدقيق، بس مش اكتر من كده. والخطوه دي مهمه في كيكه الشوكولاته، نعمل كده. هنزل بقى عندي بالخليط كله كده في الصينيه بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين. وزي ما قلنا الخليط بتاعنا زي ما حضراتكم شايفينه مش تقيل. لو الكيكه فيها زبادي بتبقى اتقل من كده شويه، لكن احنا عاملينها باللبن، فبالتالي مش هحتاج ان انا اتقلها وما تبقاش سمكها تقيل قوي يعني. هنزل بكل المكونات، ما نسيبش اي حاجه في الطبق. طبعا بعد ما بخلص الطريقه اللي انا بعملها دي، او بعد ما اخلص الخطوه اللي احنا بنعملها دي، بنهز الصينيه بتاعتنا كده كويس علشان الكيكه تروح في كل اتجاه. ان احنا زي ما احنا قلنا احنا عاملين كميه 3 كوبايات من الدقيق، فبالتالي بنحتاج لهم صينيه واسعه. اللبن اتفضل معايا نص كوبايه زي ما هي، انا ما استخدمتهمش. يبقى احنا هنا خدنا لل3 كوبايات من الدقيق كوبايه ونص بس من اللبن، وكوبايه الا ربع من الزيت على السمنه، وكوبايه من السكر، والسكر على حسب الرغبه اللي عايز يزود. وكمان حطينا الثلاث بيضات، مش اكتر من كده. فبالتالي السوائل عندي كانت الكميه مناسبه، فما اضطريتش ان انا احط باقي اللبن. عندي كفايه، عندي الكوبايه ونص من اللبن، لانه بيرجع زي ما قلنا ل نوع الدقيق اللي احنا بنستخدمه. هدخل بقى الصينيه دي عندي على فرن درجه حراره 180، هكون مسخنه قبل كده. هحطها في الرف اللي في النص، مش هولع شوايه، هولع تحت بس. والكيكه بتاعتنا هنا احنا مش هنعرف هي استوت ولا لا من الاحرف. لا، احنا بعد نص ساعه، بعد تلت ساعه من ما هدخلها الفرن، هجيب هفتح الفرن كده بالراحه شويه، بالراحه خالص، وهختبرها. بخله اللي هي بتاعت الشيش طاووق او اي حاجه عندكم، او بسكينه. هضرب السكينه او الخله بتاعت الشيش طاووق في النص الصينيه مش في الاحرف، عشان اتاكد هي استوت ولا لا. ولما تطلع معايا فمش فيها اي حاجه، مش فيها اي عجين، اعرف كده ان الكيكه بتاعتي استوت. هقفل عليها الفرن وهطفي النار واسيبها لمده 3 دقايق، وبعد كده اطلعها عشان ما تهبطش مني. تمام. واحنا قلنا الكلام ده كله قبل كده لما عملنا كيكه كل يوم، ولما عملنا كمان كيكه الزبادي بالليمون. اهم حاجه يا جماعه الحاجات دي هي اللي بتفرق معايا في تسويه الكيكه. لو ما عملتش كده الكيك بتاعي بيطلع يا اما هابط، يا اما بيطلع حته عاليه وحته واطيه، يا اما مستوي من يمه وني من يمه. فاحنا ناخد بالنا من الخطوات دي، بتفرق جدا في تسويه الكيك بتاعنا. هدخلها بقى الفرن كده وارجع اوريها لحضراتكم بعد ما تطلع. خليكم معايا. ورجعت لكم تاني يا جماعه بعد ما طلعنا الكيكه بتاعتنا. انا طلعتها قلبتها في صينيه زي ما حضراتكم شايفين كده، ما لزقتش خالص معانا في الصينيه. بصوا، ودي فايده اللي احنا قلنا ان احنا ندهن الصينيه بتاعتنا بطبقه من الزيت او السمنه، ونديها تعفيره من الدقيق، بتخلي الصينيه بتاعتنا الكيكه ما تلزقش فيها، فبالتالي تتقلب معانا بكل سهوله. احنا قلبناها في الصينيه دي عشان نقدر نقطعها. فهنقطعها بقى كده مع حضراتكم عشان نشوفها هي قد ايه بتبقى طريه من جوه، وشكلها بيبقى حلو جدا. نقطع كده معانا الكيكه تقطيع بقى اللي انتوا تحبوه، يعني ممكن تقطعوها مربعات، ممكن نقطعها بزاويه كده زي ما حضراتكم شايفين. بس هنقطع كده معاكم عشان تشوفوا من جوه بتبقى عامله ازاي. وهي الكيكه بتبقى طريه جدا من جوه. بصوا شايفين ده بقى اللي احنا بنتكلم عنه. بصوا الكيكه طريه ازاي. هو ده اللي احنا بنقول عليه ان الكيك شيف بيخلي الكيكه عندي طريه وبتبقى مفرغه من جوه، وفي نفس الوقت مش نيه. فجربوها ان شاء الله بالطريقه دي، وباذن الله هتعجبكم. اتمنى كده يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون خفيف على قلوبكم. استنى بقى تكتبوا لنا في كومنتاتكم الجميله جربتوها ولا لا، وعجبتكم ولا لا. وما تنسوناش بالدعم باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتنا باذن الله. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله. مع السلامه.